السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. حبايب قلبي اللي أول مرة يشوفوا القناة ما ينسوش اشتراك وتفعيل زر الجرس وتعملوا لي لايك للفيديو، فضلا طبعا من حضراتكم وليس أمر. بحبكم جدا في الله، ربنا يكبر خواطركم ويرضيكم ويرزق كل مشتاق فيكم بما يشتاق، اللهم آمين يا رب العالمين. برحب بحبايب قلبي اللي انضموا معايا لعيلة الجديدة، برحب بيكم، بقول لكم وجودكم معايا ده شرف ليا وتاج على راسي. ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا، تفضلوا نعمة في حياتي كده العمر بحال. طبعا بشكر كل اللي بيسيب لي تعليق ودعوة حلوة كده، وعارفة ان الدعوات بتطلع من قلوبكم. ربنا يا رب لكم بالمثل والله العظيم يا جماعة. ربنا يرضيكم يا رب ويفك كربكم جميعا وكربنا، اللهم امين يا رب العالمين. روتين النهارده بقى، انا مش جاي لكم بروتين وطبخ وتنظيف. احنا يا جماعه عندنا فرح. عندكم فرح يا رفيق؟ والله العظيم اخيرا ما عندناش افراح من زمان، وعيالي في الطلعه وفي الناس ده. يا ماما السنه دي يا ماما كملت كده يا ماما، ما فيش افراح. فالحمد لله الحمد لله عندنا فرح يا جماعه. ربنا يعمر ببنتنا يا رب العالمين، ويجعلها ادم السعاده على البيت اللي هي داخلاه يا رب، ويعني يرزقهم بالذريه الصالحه ويهدي سرهم، اللهم امين يا رب العالمين، ويهدهم لبعض. النهارده يا جماعه مطبخ بنت صاحبتي واختي وجارتي، كل اللي انتوا عايزين تقولوه معاه تقولوه فيها قولوه. مهما نبعد عن بعض بيبقى مرجوعنا لبعض. ربنا يسعد بناتها يا رب العالمين، اللهم امين يا رب العالمين. من 3 سنين كان فرح اختها عندي برضه على القناة، وكنا منزلينه كله، كنا محملينه كله على القناة من 3 سنين. والله يا جماعة النهاردة بنفرح ببنتها الوسطانية. يا رب يا رب يسعدها يا رب، اللهم امين يا رب العالمين، ويشفيها. على فكرة الفرح اصلا تم يا جماعة بقاله يجي 10 ايام، والمطبخ ده كمان انا مصوراه يمكن بقالي 15 يوم. بس بقى عند حضراتكم عارفين اللي بتبقى دوكة الافراح وكان دوكة في اوان جيد جزء من السفر. فكان ايه بقى يعني، كانت كله متلخبط كده مع بعضه. بس انا كنت هنا في البيت، ولادي هناك، بناتي هناك، ما كناش ما قطعناش يعني بصراحة. عندنا بقى العروسة بتجيب المطبخ. عندنا احنا هنا عاداتنا العروسة بتجيب المطبخ. ايه هو اللي في المطبخ يا رفية؟ والله يا جماعة يعتبر العريس ما بيجيبش الا الخشب والمراتب والستاير، والعروسة بتكسي ده كله. يعني احنا ده عوايدنا. العروسة المطبخ مش مقتصر على حاجات المطبخ، لا بالعكس، ده احنا بنجيب فوط، بنجيب ملايات، بنجيب المفروشات، الشقة بأكملها يا جماعة، من الإبرة للصاروخ. يعني مثلا احنا نقول مثلا مطبخ البنت أسهل من مطبخ الولد. احنا لو جينا نعدلها يا جماعة، الولد بيعمل في بيته، إنما البنت احنا بنعمر في بيوت غيرنا، بس هي دي سنة الحياة. ربنا يعمر بهم، وكل ولية ربنا بيبعت برزقها يعني. احنا كده العربيات، العريس عندنا برضو بيجيب العربيات ليه؟ علشان نزف المطبخ. اما لو العروسة من مكان بعيد فاحنا بنكتفى بعربيتين او 3 من اللي هم النص نقل، اللي هم الحمولات العالية الكبيرة دي يا جماعة التقيلة، وبناخدهم، لان طبعا ما تعرفيش تزف مطبخك. اما لو العريس من منطقتنا او من العزبة اللي احنا فيها، يعني القرية اللي احنا فيها او من المنطقة اللي احنا فيها، فاحنا ده طبعا بيجيب طبلة ومزمار وكده. طبعا مش موجودة النهاردة لان الناس مجروحة. كان في حالتين وفاة عندنا في العزبة، بس الفرح متحدد وما كانش ينفع يأجله، لان برضه العريس جاي بميعاد معين من بره وجاي يتجوز، وهيقعدوا برضه هو واهله فترة معينة، وراجعين كلهم هياخدوا العروسة ويرجعوا. فكان كله مرتبط بميعاد معين، حتى في كتب الكتاب. والله انا عرفت كتب الكتاب بالصدفة يعني. كاتب الكتاب اجى بين يوم بليله كده بالصدفه، عرفته وانا بنشر الهدوم، لقيت حركه عندها فبرن قالوا ده كاتب الكتاب. فيا رب يتم عليها بخير يا رب ويشفيها، اللهم امين. كده طبعا الرجاله احنا في المطابخ عندنا او في عزال العريس بنلم بعض كجيران وكحبايب كده، بنلم بعض كلنا يعني. واحنا اصلا عزبه صغيره، شايفين انا رايحه جايه بالعبايه وراحه جاي، وابن نصر وبنت ملك والكل رايح جاي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فايه بقى طبعا العريس بيجيب الشباب معاه علشان ينزلوا المطبخ، سواء من عند العروسة او من عند العريس. يعني سواء من عند العروسة طبعا بالنسبة بقى بالاضافة بقى لاخوال العروسة وعمام العروسة وجيران العروسة وجيران العريس. يعني بتبقى فرحة ما بعدها فرحة، ما هي دي فرحة العمر يا جماعة.
يعني ما شاء الله. يعني هي دي يعني هيفرحوا فين تاني بعد كده. جبنا العربيات، العروسة زي ما قلت لحضراتكم بتجيب ايه يا رفية؟ طبعا بتجيب السجاد، بتجيب طقم السجاد وطقم حفاظات، بتجيب نجف، الأجهزة الكهربائية دي كاملة مكملة، احنا عندنا بنجيبها كاملة مكملة. يعني أي حاجة بتتحط في الفيشة العروسة بتجيبها يا جماعة. ايه رأيكم بقى؟ بنجيب الفريزر، تلاجة، بوتاجاز، بنجيب بوتاجازين كمان، بوتاجاز كده صغير وبوتاجاز كبير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الفرن، الميكروويف، حلل الضغط، القلاية اللي بالكهرباء. يعني غير بقى حاجة النيش، يعني حاجة النيش ديت بتبقى لها يعني لها عربية خاصة بيها. اللهم صل على محمد. النجف، النجف بكل أنواعه يا جماعة، بنجيب النجف. الأباجورات، غير كمان ما الصباحية بتاعت العروسة طبعا. اللهم صل على محمد. وعشاء أم العروسة وأم العريس، عشاء أم العريس يا جماعة، بنودي زي ما بنودي للعروسة بنودي لأم العريس. يعني بنعمل حلتين اتفاق، حلة من جديد لأم العريس وحلة لعروستنا وجوزها. وحاجة التلاجة طبعا، يعني بنعمر حاجة التلاجة ديت طبعا دي احنا اتعودنا على كده، ودي حاجتنا، يعني دي عوايدنا هنا يا جماعة، يعني دي العوايد بتاعتنا احنا واصولنا. عندنا بقى البلاستيكيات باكملها، بلاستيكيات بقى بانواعها يا جماعه، بسلات الزباله اعزكم الله، بفرش المطبخ، بالوارد، بكل حاجه. يعني زي ما قلت لحضراتكم كده، ان العريس بيجيب الخشب والعروسه بتكسي الخشب ده كله، يعني من اوله هو بشطب الشقه، بشطب شقته ويجيب عزاله، والعروسة بتكسي ده كله عندنا يا جماعة. فربنا يعين اللي عنده بنتين تلاتة، اللهم امين يا رب العالمين، وكده وبيجي ميعاد جزانهم، ميعاد جوازتهم ان ورا بعض، ده ربنا يعينه. معلش يا جماعة بنهج اوي، مش عارفة ليه، يعني انا تعبانة اول يومين دول، بس الحمد لله، يعني الحمد لله. مفرشات السرير بقى من بطاطين، للحفة، لملايات، لدفايات، لكبرتيات، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لإيه تاني؟ كل ما يخص السرير بيجي للسرير. احنا عندنا بيجي كم فوطة يا رفية؟ والله تبع يا جماعة، يعني تبع. أنا كان على أيام حوالي 75 فوطة. دلوقتي طبعا الدنيا غلت، فبيجي باين حوالي 40، لأن بيجي 10 علب، العلبة في 4 فوط تقريبا يعني. غير الحاجات التانية ديت أنا معرفش، كل واحد بقى طبع مقدرته، يعني كل واحد بيجيب طبع مقدرته وتبع مظروفه سامحة. ما أنا مروحش أجيب برضو بالغلا والكوى، واجيب حاجة نضيفة أبرك من 10. تمام تمام. كده بقى المطبخ ما شاء الله ولا قوة الا بالله، خلص ربنا يعمر بيها. وسمعوني كده احلى زغروطة لاحلى عروسة، والسلام.